السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وأبو عمر كورة عالمية. الأخبار العالمية والمحلية. اعتمد النهاردة مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه الذي جرى يوم الخميس أكبر ميزانية في تاريخ النادي. بلغت الميزانية 3 مليار و87 مليون جنيه، وحققت فائض قدره حوالي 149 مليون و853 ألف جنيه، وطبعا في غياب كابتن محمود الخطيب، ولكنه شارك من خلال الفيديو. إدارة الأهلي أكدت لكولر أنها في خلال أو في غضون أيام ستحل أزمة كهرباء. كولر عايز كهرباء طبعا، ولكن طبعا كانت إدارة الأهلي قبل كده كانت خلاص على وشك الانتهاء من مشكلة كهرباء وتحل مشكلة تدفع الغرامة، ولكن كهرباء والمحامي طبعا رفعوا دعوى قضائية ضد نادي الزمالك وضد اتحاد الكورة بسبب تزوير عقد كهرباء، والذي أدى للغرامة اللي هي ال 2 مليون دولار، وطبعا الأرباح بتاعته أو الفوائد حوالي 600 مليون دولار. محمود متولي اللي صاف في المنتخب سيغيب 4 أسابيع بسبب الإصابة. النهارده طبعا في اقاويل امس امبارح، وبالذات كابتن احمد شوبير صرح ان قال لك ان حتى الان لم يتم حسم الرباعي او موقف الرباعي من تجديدهم للاهلي، اللي هم الشحات ورامي ربيعه وياسر ابراهيم. وهو ذكر محمد هاني، ولكن محمد هاني لسه عقده معاه سنتين تاني، ولكن الرابع اللي هو مين؟ اللي هو ايمن اشرف. النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ اكد ان كولر يريد اللعيبه، وان مساله التجديد دي مساله وقت. كريم فؤاد طبعا استغل فتره الاجازه وذهب الى السعوديه لاداء مناسك العمره. بايرن ميونخ عبر صفحته طبعا قال لك ان تعرض ساديو ماني لاصابه في عظم طبعا الشظيه اليمنى، سيغيب عن المباراه القادمه ضد شالكه، وسيتبع ذلك المزيد من الفحوصات في الايام المقبله، وان بايرن ميونخ على اتصال دائم مع الطاقم الطبي لاداره او اتحاد كره القدم السنغالي. ولكن ساديو ماني في القائمة النهائية لمنتخب السنغال في كأس العالم. كأس العالم 22 مباراة مذاعة من كأس العالم على قناة بي إن سبورت المفتوحة وقناة الكاس المفتوحة. طبعا المباراة اللي هم الدور الأول 4 دول أو 4 فرق عربية ستذاع بالكامل 12 مباراة سيذاعوا بالكامل، اللي هم قطر طبعا والمغرب وتونس والسعودية. بعد كده في مباراة تاني النهائي وقبل النهائي كده يذاعوا، لكن 12 وقبل النهائي والنهائي، وبعد ما طبعا لو صعد فرق عربية الدور ال 16 والدور الثمانية ان شاء الله هتذاع. ممدوح عباس قدم بلاغ ضد المستشار مرتضى منصور، يطالب به او طالب فيه بتعويض 200 مليون جنيه. ليه؟ لتناول اسمه وسمعته والتشهير بعمله الخاص بالباطل على قناة النادي، وذلك بدون دليل. هو المستشار اساسا مش واقف على حد. كاس الرابطه المصريه طبعا اتحاد القرعه يوم 19/11 اسوان وغزل المحله وحرس الحدود والداخليه في كاس الرابطه. اللي يفوز هيصعد دور التمهيد، اللي يفوز منهم هيصعد لدور 16 تكمله ل 14 فريق، بس 16 فريق، وهيلعبوا طبعا مباراه واحده. الفايز هيصعد لدور الثمانيه. طبعا مباراه دور 16 هتبقى يوم 25 26 27 11 الشهر ده. اما مباراه دور الثمانيه ففي شهر 3 2023 طبعا من 16 ل 20/3. حسين الشحات الاهلي خلاص يعني هيجدد له، ولكن في عرض قوي جاي من قطر استعاره حسين الشحات ب1,200,000 مقابل استعاره حسين الشحات سنه ونص، مع منح اللاعب 4 مليون دولار ونص، أي 3 مليون دولار في الموسم الحالي. ولكن الأهلي لسه لم يرد. الأهلي هيحسم موقف حسين الشحات أولا،
ولسه معاه هيلعب في كاس الرابطه، عندك كاس مصر، ولسه الدوري معاك لشهر يناير. المدير الفني للاهلي كولر، طبعا هو استقر مع ميشيل بانكو اللي هو مدرب حراسه المرمى الاهلي، ان هو هيعمل عدل ما بين الثلاث حراس اللي هم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. قال لك ان محمد الشناوي يشارك في الدوري ودوري ابطال افريقيا، وعلي لطفي يشارك في كاس مصر، اما مصطفى شوبير يشارك في كاس الرابطه المصريه. طبعا كل السوشيال ميديا بيتكلم على شطب عضويه ابراهيم عيسى وهنا حمزه. هو الاهلي عرض على الاعضاء بتوعه شطب الاثنين دول. طبعا ابراهيم عيسى زملكاوي ولكنه عضو في نادي الاهلي، فاحتمال كبير الايام اللي جايه شطب رسمي ابراهيم عيسى وهنا حمزه. وعندك طبعا الكابتن مصطفى يونس، ما اعرفش ساكتين لي عليه لحد دلوقتي. النهارده كان في مباراه مهمه جدا ما بين مصر وتونس لمنتخب الشباب في منتخب افريقيا للشباب في شمال افريقيا. مصر فازت على تونس 3-1. المباراه دي اساسا او الدوره دي مقامه في الجزائر. 3-1، اداء شباب ما شاء الله عليه. عمر سيد معوض لعيب، انا شايف ان عمر ده شبيه محمد صلاح في تحركاته، في حتى الجول اللي جابه نسخه من اهداف محمد صلاح. محمد صلاح جاب هدف في توتنهام، اللي يشوف الهدف ده هدف عمر سيد معوض نسخه من هدف محمد صلاح في توتنهام. فعمر سيد معوض لو احترف في الخارج هيبقى ليه مستقبل باهر. في اثنين ظهروا النهارده اسمهم حسام وابراهيم وتوأم، ولكنهم حسام عادل وابراهيم عادل، دول من الاهلي مواليد 2007. يعني نتمناهم ان يبقوا نسخه من حسام حسن وابراهيم حسن. في خبر مهم جدا اتكلم عليه كده، خبر هام. فاكرين السوبر الافريقي اللي قال لك السوبر الافريقي يعني مسابقه قويه وفلوس كتيره، ولكن احتمال، انا بقول احتمال يتم تاجيل بطوله السوبر الافريقي اللي كان مقرر ليها السنه الجايه اغسطس 2023. ليه؟ قال لك بسبب التكاليف الضخمه. وفي سبب تاني، في البنيه التحتيه لبعض الفرق او الدول الافريقيه غير مكتمله، او البنيه التحتيه قليله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.